السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم. ما تنسيش لو اول مرة تشوف القناة اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بينزل. النهاردة راجعه لكم بفيديو جديد، هنفرز مع بعض شوية حاجات كده قبل رمضان. شارية كده شوية خضار، هنفرزهم علشان تسهل علينا بعد كده افكار للفطار وكده. فدي كده الخضار اللي انا جايباه: قلقاس، سبانخ، فاصوليا، وبسلة، وبس كده. هنفرز بقى كل نوع كده من الخضار. انا هنا فرزت صلصة طماطم، وكمان فرزت كرنب وكيستهم وحطيتهم في الفريزر. هتلاقوا الفيديو بتاعهم عندي على القناة للي حابب يرجع لهم، وهسيب لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف لو معرفتوش توصلوا له. هنجيب كده اول حاجة القلقاس، انا هقشره. بشيل كده القشر بتاعه كويس، بقسمه نصين وبحاول اقشره كويس. انا مفرقش معايا بقى ان القلقاسه هتتبهدل من التقشير والكلام ده كله، لان انا اصلا بغسل القلقاس بعد كده بميه. فانا هقشره كده كويس الاول. طبعا بقسمه نصين علشان اقدر امسكه في نفس الوقت. القلقاس بيبقى ناشف شويه، والماده اللزجه بتاعته بتبقى بتمسك يعني في السكينه، فبتصعب عليك التقشير. فانتي حاولي كده تقشريه بالراحه عشان ما يسرحش منك. انا مش جايبه حاجات كتير، انا جايبه بس شويه حاجات تسهل عليا افكار لسفره رمضان، لان انتوا زي ما انتوا عارفين الواحد كده ساعات تروح جايه مره واحده، جايه الحيره بقى هناكل ايه بكره، طب هنفطر ايه، طب ايه. فهو بصراحه الخضار بيوفر عليكي وبيساعدك بعد كده انك تصحي تعملي على طول الفطار وتجهزيه. طبعا طالما انت مجهزه صلصه اصلا في الفريزر فكل حاجه عندك تمام وجاهزه. فطبعا بقى اللي ملحقش يفرز طماطم يعني الاسعار هتعلى بقى كل ما نقرب من رمضان، كل ما ندخل في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. الدنيا بتغلى، فالواحد لما بيشتري شوية الحاجات دول ويرميهم في الفريزر ما بيحسش بعد كده بالاسعار، على قد بس شوية الحاجات البسيطة اللي ممكن نشتريها. قطعت كده القلقاس مكعبات زي ما انتم شايفين، بحبه كده مكعبات صغيرة، مش بحبه يبقى كبير قوي. بقطعه كده شرايح زي ما انتم شايفين. طبعا عشان القلقاس ناشف فبياخد مجهود كده شوية في التقطيع. بقطعه كده صوابع، واروح جايه مقطعه الصوابع وحدات مكعبات صغيرة. بقطعه كده زي ما قلتلكوا، انا من الناس اللي بتغسل القلقاس، مش بحب امسحه بفوطة، فبحب انقعه كده في مية دافية واغسله مرة واتنين لحد ما كل التراب اللي فيه ينزل والمادة اللزجة اللي فيه تروح. وبعد كده بروح جايه مكيساه عادي جدا. عمره ما طلع معايا اسود، عمره ما خد وقت في التسوية. انا على طول بعمله معاكو في الروتينات، في القلقاس بالخضرة، قلقاس بالطماطم. بصراحة التسوية بتاعته بتبقى ممتازة. اللون بتاعه حتى بيبقى زي ما هو كده ابيض، ما بيبقاش مختلف خالص. طبعا هوريهولكوا بعد ما يجمد ان شاء الله مع بعض. هنبقى نشوف كده واحنا بنعمله في سفرة ان شاء الله من سفر رمضان، هوريهولكوا. انا بقالي سنين جدا بعمله بالطريقة دي ما بيحصلوش اي حاجة. هاخده بقى كده احط عليه مية دافية زي ما قلتلكوا، وابدأ اشطفه كده كويس لحد ما التراب اللي عليه ده ومطرح التقشير ينزل. وبعد كده بروح جايه مصفياه خالص وببدأ اكيسه. حطيت هنا عليه اهو زي ما قلتلكوا مية دافية، وبنقعه شوية كده لحد ما المية تطرد منه التراب اللي كان فيه. بصوا هي مية دافية، انا مستحملة ان انا احط ايدي فيها، مش مية سخنة للدرجة. بفركه كده كويس عشان ينضف طبعا زي ما انتم شايفين. وبسيبه بس كده شوية لحد ما اتأكد ان هو نضف، وبغير له المية وبروح جايه مصفياه بمصفى عادي. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو لو عجبكم. انا عارفه ان بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات، مستنيه دعمكم ليا انكم تحطوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها، وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم وتشجعوني انزل فيديوهات تاني زي الاول. انا بقالي كتير جدا، بقالي شهور ما نزلتش فيديوهات، فاتمنى الفتره الجايه تكون
ان شاء الله كده فترة كويسة، واتشجع ان انا ارجع انزل معاكم فيديوهات. طبعا الفترة دي انا مشغولة جدا لان عندي بيبي لسه صغير، فادعولي كده ربنا يخلولي ويبارك لي فيه ويهون كده الفترة دي. الفترة الاولانية دي بتبقى صعبة جدا. نرجع كده لتفريز القلقاس. زي ما قلت لكم انا بشطفه كذا مرة بمية دافية لحد ما ينضف خالص. وهنا بقى بجيب الميزان وكياس التفريز، وبروح جاية اشوف انا عايزاه بقى قد ايه، عايزاه نص كيلو، عايزاه ربع، عايزاه كيلو. يعني بصوا براحتي على قد الوجبة بتاعتنا بروح جاية مكيساه. فبحب كده الكياس بالظبط تبقى قد بعضيها عشان ما بقاش حاسة ان في كيس كبير كيس صغير كده. فبحب كده يبقى الوزن يعني مظبوط كده على قد الوجبة بتاعتنا. وكمان بروح جاية مقفلة الكيس وحطهم فوق بعضيهم في الفريزر عشان ما ياخدوش مكان. طبعا انا مش عندي فريزر، فعشان كده بحاول الحاجة اللي انا افرزها تبقى سمكها بسيط عشان اقدر احط اكبر كمية من الحاجات اللي انا عايزة افرزها، اذا كانت لحوم، اذا كان خضار، اذا كان عصاير، الكلام ده كله. فانا بحطهم كده مفرودين فوق بعضيهم، وبروح جايه مدخلاهم الفريزر. و مجرد ما بيجمدوا بروح جايه بقى بعد كده احركهم بقى زي ما انا عايزه. نيجي بقى دلوقتي للسبانخ. هي السبانخ دي دخلت التلاجة، فهبدأ بقى دلوقتي انضفها الاول واشيل منها الورق الاصفر، الورق اللي هو ممكن يكون دبلان كده وبايظ مخرم، الكلام ده كله بطلعه من السبانخ عشان انا عايزة الورقة النظيفة. بنضفها كده كويس من اي حاجة، وبشيل الراس دي واروح جايه مقشراها كده عشان لو فيها طين ولا حاجة. بعمل كده الربطة كلها بتاعت السبانخ، وبعد كده ببدأ اقطعها. بنضف كده كل الكمية وبقطعها في الطبق عشان لسه هنقعها. طبعا انت ممكن تغسلي الورق السبانخ وهو لسه صحيح زي ما هو كده، وممكن تغسليه بعد ما تقطعيه زي ما انا هعمل. فاللي يناسبك براحتك اعمليه زي ما انت عايزة. في حاجات كتيرة الفترة دي ممكن تخزنوها، ممكن تخزنوا فلفل الوان، تخزنوا تسبيكة طماطم، تخزنوا خضرة محشي، تخزنوا قلقاس، سبانخ، فاصوليا، بسلة، تخزنوا جزر، ممكن فراولة، عصير. ممكن كمان نخزن طبعا بقى ممكن تفرزي بقى شوية لحوم، حاجات متسبكة، حاجات متعصجة، الكلام ده كله. ممكن تعملي لحمة مفرومة متعصجة وتستعمليها على طول زي ما انت عايزة بقى في الوصفات بتاعتك. فان شاء الله كده مع بعض هنشوف احنا هنعمل ايه، وهنشوف الحاجات اللي احنا هنفرزها. انا بس فرزت شوية الخضار والحاجات دي اللي هتنفعني في رمضان على قد بس ايه وجبتنا، لان احنا يعني وجبتنا برضو ما بتبقاش كبيرة قوي، احنا فردين وطفل صغير برضو اكلته مش قد كده. فانا بعمل الحاجات اللي هي تناسبنا، ما بكترش برضو، لان الحاجات لما بتقعد كتير في الفريزر ما بتبقاش احسن حاجة. فهو الواحد بس بيفرط شوية حاجات كده بس بالمعقول اللي هي تنجز معاه وتساعده في وقت مثلا مش عارف يعمل اكل ايه ولا كده. انا هنا بقى بقطع السبانخ اهو زي ما انتم شايفين كده، بقطعها صغير زي ما قلتلك. ممكن تغسليها زي ما هي وهي ورق كده، وممكن تغسليها لما تتقطع براحتك، بس انا بحب اقطعها وبعد كده ابدا اغسلها، انقعها في ميه الاول تنزل كل التراب والرمل اللي فيها، وبعد كده بصفيها كويس وببدا افرزها واشوحها واكيسها زي ما انا عايزه. خلاص كده قطعت الكميه بتاعتي ونقعتها كمان في ميه، برضو بغير عليها الميه كذا مره علشان اضمن نظافتها واضمن ان كل التراب اللي فيها نزل في الميه دي وبقت نظيفه. بنقعها كده شوية وبسيبها وبفضيها واروح جايه مصفياها كذا مرة. اخدت هنا نص الكمية زي ما قلتلكوا، بصفيها هو كويس جدا من المية. حطيت كده شوية في الحلة وهبدأ اشوحها من غير اي حاجة خالص، من غير مية، من غير اي حاجة خالص. هي على البوتاجاز كده مجرد ما بتبدأي تقلبيها وتشوحيها على النار هي بتبخ المية بتاعتها.
فببدأ كده ازود الكمية بتاعتي كلها لحد ما اشوحهم كلهم، وبصفيها واسيبها تبرد خالص وببدأ اكيسها.